النهاردة هنتعرف على 5 نقط هتفجر حجم الشيست. تمرينة الشيست المثالية مش معناها إنك تدخل الجيم تشيل وزن تقيل وخلاص. الشيست من أكتر العضلات اللي ناس كتير بتتمرنها غلط، وعلشان كده تلاقي لاعب بيتمرن سنين ولسه الشيست مش واضح ولا بارز. المشكلة غالباً مش في الجينات ولا في الأدوات، المشكلة في طريقة التمرين، الأداء، والإهمال في التفاصيل الصغيرة اللي بتفرق جداً في النتيجة النهائية. شفائيات. أول نقطة، التمرين الأساسي هو الأساس الحقيقي لبناء الشست. تمرين البنش بريس سواء بالبار أو الدمبلز هو أقوى تمرين لبناء كتلة عضلية حقيقية في الشست، لأنه بيشغل أكبر عدد ممكن من الألياف العضلية في نفس الوقت، لكن لازم وضعية الجسم تكون مظبوطة 100%. الشست مرفوع، الكتاف راجعة لورا وتحت، الظهر ثابت على البنش، والرجلين ثابتين على الأرض. أي غلط بسيط في الوضعية هيحول الحمل على الكتف أو التراي ويضيع مجهودك. تاني نقطة، الإحساس بالعضلة هو سر التطور الحقيقي. الوزن التقيل من غير تحكم ومن غير إحساس بالشست ملوش أي قيمة. انزل بالوزن ببطء وسيطر على الحركة، وحاول تحس بتمدد العضلة في النزول، ومع الطلوع أعصر الشست كأنك بتقفل العضلة على نفسها. كل تكرار لازم يكون مقصود، لأن الشست من العضلات اللي بتستجيب للإحساس أكتر بكتير من الوزن. ثالث نقطة، عدد التكرارات والمجموعات اللي تبني شست قوي. أفضل مدى للتكرارات في تمارين الشست من 8 ل 12 تكرار مع 3 أو 4 مجموعات حقيقية، وآخر تكرارين لازم يكونوا قريبين من الفشل العضلي، مش سهلين ومش مستحيلين. التحدي ده هو اللي بيحفز النمو العضلي، مش عدد التمارين الكتير ولا طول وقت التمرين. رابع نقطة، تنويع الزوايا علشان شست متناسق ومتكامل. الاعتماد على زاوية واحدة بس يخلي جزء من الشست ضعيف أو متأخر، علشان كده لازم تغير الزوايا بذكاء. incline bench علشان الجزء العلوي من الشست، وفلات bench للجزء الأوسط، وفلاي أو كيبل علشان الفتح والتحديد والشكل الجمالي. تمرينين أو 3 كفاية جدا لو معمولين صح وبتركيز. خامس نقطة، الراحة والتعافي جزء لا يتجزأ من تمرين الشست. الشست مش بيكبر أثناء التمرين، بيكبر أثناء الراحة والتغذية. تمرين الشست مرة أو مرتين في الأسبوع كفاية جدا لمعظم الناس، بشرط النوم الكويس وتناول بروتين كفاية. الإفراط في تمرين الشست بيؤدي لإجهاد المفاصل والكتاف وبيوقف التقدم بدل ما يسرعه. الخلاصة، التمرين المثالية للشست بتعتمد على تمرين أساسي قوي، إحساس وتحكم في الحركة، تكرارات ومجموعات مناسبة، تنويع زوايا بذكاء، راحة وتغذية صح. لو ناوي تبني شست قوي وواضح، اعمل لايك واشترك في القناة علشان توصلك تمارين صح من غير هبد، واكتب في الكومنت أكتر تمرين شست بتحبه إيه.